بما إنك متابع حكاية فايدة، فأساسي أنت تعرف طوب الأرض، عبارة عن شبكة علاقات عامة متحركة. عايز أقول لك كمان إن متابع حكاية فايدة رزقه واسع، رزقه واسع بمعنى إيه؟ حتى رزق المعلومة عنده واسع، إن هو عنده المقدرة إن هو يسمع معلومة جديدة من غير ما يقول أنا مش عايز أستفاد. يا عم ماشي، السجاير وحشة، أنا بحب الوحشة. أقول لك على حاجة، أنا شكرًا مش عايز أستفيد منها. دي حاجة من الحاجات اللي بالاحظها في بعض الناس، وباقول دايمًا إن مش كل الناس يكون رزقها رزق المعلومة، يعني ربنا مش كاتب لك إنك تعرف الحاجة دي. ربنا مش كاتب لك رزق إن أنت تبقى عايش بصحة أفضل مثلًا، أو إن أنت يكون عندك معلومة أو إمكانيات أكبر، أو ممكن تكون أنت مش عاوز تسعى لها، فربنا مش هيسخّرها لك. هو ربنا بيحط لك حاجات في طريقك وأنت ليك حرية الاختيار. ف مش رزقك لأنك ما سعيتلوش، أنت مجرد ما شُفت الفيديو ولقيت واحد بيتكلم عن كلام مفيد، فيه فايدة، يا عم أنا مش عايز أستفاد، أنا كده حلو، فده مش رزقك، ربنا تطلع